فالله عز وجل هؤلاء يسبونه اليهود والنصارى والكفار والمشركون، يصنعون صنما ثم يزعمون أنه شريك لله، لا إله إلا الله، ومع ذلك صبر سبحانه وتعالى ويصبر على هذا الأذى الذي يسمعه من العباد ليل نهار. ليلة الأذى صاعد على طول، أذى من العباد لله، وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. فالوصف ثابت. بعض الناس من باب العلم يعني يسمون الله عز وجل بالصبور. هذه ما تصح يا عبد الله، هذه ما تصح. صفة الصبر ثابتة لله، أما أن يسمى أو أن يكون من أسمائه الصبور هذه لم تثبت، فإياك وإياها، وتكفي صفة الصبر تكفي. أقول الشاهد الآيات كثيرة، ويعني مواطن الاعتناء بالصبر عظيمة جدا في الكتاب والسنة، وكما ذكرنا ويتوج الأمر أنه صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، ولا شك أنها يحبه ويحب عز وجل لوازمها ومقتضياتها. لذلك تنافس المتنافسون في التزام لوازمها وأداء مقتضياتها.